نسمع كده؟ أنا عايش مع الذكريات ومعتزل الناس تمامًا وقاعد في بيتي، على طول مخنوق، مش عارف أتكلم مع حد، دايمًا بافتكر الذكريات السيئة في وفاة والدي ووالدتي لمّا ماتوا واتوفوا في حادثة، وكمان بعدها لمّا سِبت الشغل وفركشت خطوبتي، لإني ما عرفتش أجهّز بيتي زي ما كنت اتفقت مع أهلها، وخلاص، خلاص بقيت عايش لوحدي واعتزلت كل الناس، حياتي بقت كلها شبه بعضها. ولو حد حاول من صحابي يكلمني أو حتى يزورني باتعصب بسرعة، مش مركز في حاجة ودايما مشوش وسرحان، ما عنديش طاقة خالص خالص، وساعات بفكر إني فاشل ماليش لازمة، بفكر أنتحر. أنا حاسس إني تايه، حياتي يوم عن يوم بتتدمر أكتر، بمر بفترة اكتئاب طويلة، محدش جنبي وأنا تعبان ومش قادر أقول لحد إني تعبان. أنت بقيت كده لإنك أنت حصلت لك أزمات في حياتك وما قدرتش تتخطاها نفسيًا، ما قدرتش تقبل فقدانك لوالدك ووالدتك، في حين إن قبول شيء زي ده سهل مع صعوبة الوضع. هو سهل عشان إحنا عارفين إن كلنا رايحين، ما فيش حد خالد وما فيش حد حياته مرتبطة بحد، وإلا كان ربنا خلقنا كلنا مع بعض. أنت ما عدّيتش الأزمة دي، أنا مش عارفة هل أنكرت كتير؟ هل ما حزنتش كفاية؟ هل ما أخدتش فترة صحية كفاية بعد الحزن؟ ربما كمان يكون القدر ما ساعدكش وحصل لك في نفس الوقت بعض الأزمات الأخرى، زي سيبان شغلك، إنك ما قدرتش مع خطيبتك تحقق المطلوب أو. كل ده عادي على فكرة. أنت فاكر إن الكلام ده أنت لوحدك؟ كله عادي، كلنا أهالينا توفوا وربنا يا رب يخلي الموجودين، وكلنا بعد وفاتهم كنا تعبانين جدا جدا، وكلنا مع وفاة أهالينا عندنا حاجة ما زالت لغاية دلوقتي بتضايقنا. تصدقني لو قلت لك إن في أكلة معينة أنا مش بقدر أكلها دلوقتي لأنها مرتبطة بوفاة والدتي؟ ده شيء طبيعي، بس أنا بعد كده قعدت مع نفسي قلت ليه؟ إيه علاقة ده بده؟ ده يوم عدى وكان وحش، وإن شاء الله هيجي يوم يعدي ويبقى حلو. طبعا أنت عندك اكتئاب، يعني أنا معترضة على كلمة كل واحد يقول أنا مكتئب دي، لأن طبعا ده مش حقيقي، لأن الاكتئاب ده يعتبر مرض. أيوة أنت عندك اكتئاب، أنت محتاج مساعدة، فأنا هحاول أساعدك على قد ما أقدر من خلال الصفحة عندي، وبالذات طبعا الانبوكس، لأن أنا شايفة إن في خصوصية في الحالات بتاعتنا. كلمة اكتئاب مجرد إنك تقولها أنت زودت اكتئابك. أول حاجة في علاج الاكتئاب إن إحنا ما نقولش إن في اكتئاب. كان ربنا إن شاء الله يكرمك.